تربط الأحزمة هيك 23. شخصيتنا اليوم هي شخصية حيرت البشرية. طبعا دائما فكرة هيثم مناع هي الموازاة بين الجيش الحر وبين الجيش النظامي. حتى أوقات بيقول عن الجيش الحر انه هو اكثر اجرام من الجيش النظامي، بس ما بيقولها بشكل صريح، انما بيوصلها عن طريق فكر. هذا الشيء اللي خلى الناس تحتار بهيثم مناع. في اللجنة العربية لحقوق الإنسان. تفضل سالم زهران. نعم توفيق، اولا اسمح لي ان احيي الدكتور هيثم مناع. سالم زهران يحيي هيثم مناع. سالم زهران يحيي هيثم مناع. بكره بشار الاسد بيحييه. معناتها خلص محسومه الحكايه، هيثم مناع مؤيد. لأن الأمريكي هو نقطة الإعاقة حتى الآن، يجب أن نكون واضحين، وليس الروسي أو أي طرف آخر. الأمريكي والأطراف التي يدعمها في هذه المعادلة. الأمريكي هو نقطة الإعاقة بالحل السياسي، مو بس الأمريكي، لا، والأطراف اللي بيدعمها الأمريكي هي اللي عم تعمل إعاقة، وليس الجانب الروسي الذي يسبب الإعاقة في الحل السياسي للأزمة السورية. هيثم مناع شو؟ أنا عرض علي 3 مرات عروض سلاح نمرقها لدرعا، أنا ابن المحافظة بعرف. هيثم مناع تلقى 3 عروض للتسليح، وهو ابن منطقة حوران، وبيعرف كيف يفوت السلاح. يقبرني ربك. معناتها هيثم مناع معارض ابن معارض. أعتقد بأن هناك أقلية صغيرة متصلبة في السلطة تريد الاحتفاظ بالحل الأمني العسكري. قال بالله جزء بسيط من السلطة الأمنية هي اللي عقلها متصلب، وهي اللي عم تدعو للحل الأمني. ايوه، يعني هلا نحن نظامنا مو نظام عسكري ونظام مخابراتي، هو نظام سياسي مدني ديمقراطي، وإنما في جزء صغير عم يدعو للحل العسكري يلي هن هدول عم يعملوا هي الجرائم، انما باقي النظام كله نظام منفتح ديمقراطي، ما له نظام مخابرات بنوب. أنا أطلب من كل منظمات حقوق الإنسان السورية أن تعطيني قائمة ب50 امرأة تم اغتصابها. هذا انكار. يعني مناع بده اسم 50 مرة تم اغتصابها بالثورة السورية. على كل الأحوال يا مناع، إذا حبيت تراسلني أنا أكيد ما حبعت لك اسم 50 مرة، رح بعت لك اسم 100 مرة. إذا بتقرأي شو مكتوب عند الجامع العمري، لا للطائفية، وحدة وطنية. وأنا بحب أنبه الشعارات داخل البلد ومن انتفاضة الكرامة معتدلة وتسير خطوة خطوة. شيء كثير حلو. شو كان مكتوب على الجامع العمري؟ لا للطائفية، شعارات سلمية. لك يقبرني الله اللي خلق. أنا من الأول كنت حاسس إنه أنت معارض، يسلم لي الله اللي خلق. خلاص هيثم مناع معارض، يعني معارض. في حين أن هناك أطراف تعتمد حصرا على المساعدات أو بشكل أساسي على المساعدات الحكومية، وبالتالي إذا قال لها بندر كن فيكون. إذا قال بندر كن فيكون. بندر، ما دام قلت بندر ورجعنا لقصة بندر قناة الدنيا وعم تحكيها تطلع على الميادين، معناتها أنت خلاص مؤيد. طبعا هيثم مناع اللي حير البشرية، اللي نحن مع كل هي المقاطع ما كنا نعرفه هو شو. هيثم مناع هو نجم القنوات التالية. بقى هو شو راح يكون؟ الحكم إلكم.